ومش مضطر تقعد سنة كاملة في المدرسة علشان تخلص السنة الدراسية. تضطر تقعد سنة كاملة في المدرسة عشان تخلص السنة الدراسية. انت هتخلص السنة في اسبوع، هتخلص السنة في اسبوع، هتخلص السنة في اسبوع بإذن الله مع الرئيس عبد الوهاب احمد. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص بكره والنهارده هنتسحر، فكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وحبيت اعيد عليكم وانزل لكم فيديو كده قبل رمضان. ان شاء الله هننزل في رمضان، مش هنقطع رمضان ده باذن الله، مش هنقطع رمضان ده. بس قبل ما تيجي الفيديو النهارده تشترك في القناه مش مشترك وتفعل زر الجرس عشان نوصل الفيديو ده اكبر عدد لايكس. خليك شواف معايا. النهارده عندنا حاجه جديده هنعملها. النهارده هنتكلم عن التيك توك، والنهارده هنشوف ناس بتبسط ناس. الناس طبعا مقتنعه ان الناس اللي التيك توك دي بيعملوا محتوى ملوش اي لازمه، ما بيعملوش اي محتوى، ما بيفيدوش المجتمع بالحاجه. بالعكس انا بقول لك التيك توكر ده شخص بيعرف يأثر. النهارده عندنا امثله انسانيه تيك توكيه بيصلحوا في المجتمع وبيفيدوا المجتمع بشكل ما. عندك مثلا فيديو الاستاذه غاده شحاته من المحتويات المفضله والقريبه الى قلبي. نحكي قصه كده ببساطه كده. واحده عاديه بعت لغاده شحاته بتقول لها ان صاحبتها حزينه وزعلانه والنهارده عيد ميلادها، فاختارت غاده شحاته التيك توكر تعمل لها فيديو تقول لها فيه كل سنه وانت. هنعمل ايه لو غاده شحاته مش، لو ما فيش تيك توك؟ ليندا كانت هتعمل ايه؟ بالمناسبه البنت اسمها ليندا اللي عيد ميلادها النهارده، الله يكون في عونها طبعا. ايوه يا اسطى، ليندا كل سنه وانت طيبه كل سنه وانت طيبه يا ليندا. هو في ايه يا غاده؟ في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ عقبال مليون سنه. هابي بيرثداي تو يو. هتعبي بير زيتون ايه؟ هتعبي فين البير زيتون؟ ايه يا غاده في ايه؟ هابي بيرثداي تو يو. هابي بار. انا حلوه يا جميل. ايوه ادينا. حتى العربي في حاجه غلط. هاشتك الفانز بتاعه. انا حلوه يا جميل. يا كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه. مليون سنه ايه؟ هي مش هتكمل 10 ايام تاني خلاص. حبيبتي. بس فرحت ليندا. على الاقل ليندا اشعرت النهارده، حست احساس جديد ما حسيتوش قبل كده، خليتها تشعر باحاسيس هي مش حسيتهاش قبل كده في حياتها. ليندا يا حبيبي. الشخصيه الثانيه اللي معانا وهو شخص بيعالج بطريقه جديده، بيعالج اي اكتئاب نفسي واي حاله نفسيه واي مرض نفسي، مش بالاعشاب ولا بالطب النفسي ولا بمضادات الاكتئاب ولا بالزانكس ولا بالزلام ولا الكلام ده كله. هو بيعالجه بالبيت بوكس. النهارده معانا سمير هيكلمنا قد ايه البيت بوكس مفيد. يعني عندك مثلا فيديو زي ده. يا اسطى حاتم صاحبي بيحبك بس متضايق اول فتره دي، تقدر تفرحه؟ اهو واحد باعت له بيقول له حاتم صاحبي بيحبك متضايق اول فتره دي وتعبان ومتضايق، نشوف ايه الحل بقى. سمير هيحل المشكله ازاي؟ نفرح حاتم دلوقتي، يلا. فرح حاتم. ايه كنت يخرب بيت ام الثقه اصلا. يعني لو بتعزف تشيل كنت عملت ايه؟ هنشوف هفرحه ازاي. يا حاتم. خلاص حاتم دلوقتي فهو في حته تانية. خلاص حاتم مبسوط جدا. يا بخت حاتم. بيو بيو يا حاتم. بيو 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 يا حاتم. انت تخيل انا بقول اسمك وبقول بيو وراها كده. مهما كانت مشاكلك في الحياه، مهما كانت حياتك عامله ازاي، خلاص انت البيو رنت في مشاكلك طيارتها خلاص. ما يا حاتم. بابا بص مديك بيو كلامك ما بين البيو والبيو بيحسسك يا حاتم. يا حاتم. انا متخيل ان انا حاتم دلوقتي. يا حاتم. مش كل مشاكل على اقساط وهتحبس وبتاع، مرات سايبالي البيت وعيالي مش لاقيهم وبتاع، بسمع البيو دي خلاص مش حاسس بحاجه حواليا خلاص. يا حاتم. احلى مسا عليك يا اسطى. يا اسطى صديقي نبيل متضايق وعايزين نفرحه. هو صديقه نبيل متضايق وعايز يفرحه، يبعته لسمير يحل بالمشاكل. هيفرح دلوقتي، يلا. هيفرح دلوقتي، يلا يلا. يا نبيل. يا نبيل. يا نبيل. نبيل. ايه ده والنبي عيدها تاني دي، عيدها تاني دي. بخت والله. نبيل. طبعا يا جماعه الفيديوهات دي كلها انتوا اللي عاملين لي منشن فيها، فخش على التيك توك اعملوا لي منشن عشان كل الفيديوهات دي من عندكم. في حد عمل لي منشن في فيديو غريب قوي تقريبا، هو بمناسبه عيد الام. كل سنه وكل ام طيبه ان شاء الله. يعني تشوفوا ولادكم دي ده بس بيحتفل بعيد الام روح يا حاج افخري بنت. مش جاي لوحده، هو جاي معاه حاجات تانية. غالبا دي الهديه تقريبا. هو حاطط الهديه بتاعت ماما، فماما عايز يفاجئها وجايب لها تورته فحاطط الهديه. برضو ابني بيعرف يفكر، عشان انتوا عارفين طبعا اليوتيوب بيتضايق لما بنتكلم على الحاجات اللي زي دي. احنا مش عايزين نظلمه، مش لاقي مكان يحط فيه الهديه فاضطر يتصرف، فعادي مش مشكله. طبعا حاجه فخر ان انت تشوف ابنك اللي انت شقيت فيه وتعبت فيه يكبر بالمنظر ده وتكبر حاجاته بالمنظر تدمع. ده الام هتدمع، مش مصدقه طبعا ازاي وصلت للمرحله المؤخره دي. الفيديو ده جايب 49,000 لايك وفيديو 8 دقايق على التيك توك. مالك يا حبيبه قلبي؟ مالك يا ماما؟ البنت تعبانه طبعا، الام قاعده وجعني، حاسه بحاجه غريبه. تعبانه. طب ادخلي الحمام يا حبيبتي. البنت لما بطنها بتوجعها بتعمل ايه؟ انت فاكر ان هو يبقى عادي هتاخد انتينال والموضوع خلص على كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وانا مستغرب حاجه جدا، ازاي البيض ما فرقعش؟ ايه ده؟ بيض؟ هو البيض ده كان منين؟
جه منين. شوفي بقى الفرخه اللي انتم ماشيينها في البيت. نهار اسود، بنتك كانت قاعده ما كانش في حاجه. ما كانش في حاجه. ايه ده؟ دي مبسوطه تقريبا ان بنتها دي تقريبا هي كانت منتظره بنتها تبيض. احنا وصلنا ان احنا بنخلي عيالنا تبيض في التيك توك. يا نور تعالي حبيبتي، عامله ايه؟ اقعدي كده. دخلتي؟ مش قادرة بطني لسه وجعاني. انت عامله ايه دلوقتي؟ هي طبعا مخبيه عليها ان هي باضت، هي مش عايزه طبعا تقول لبنتها ان هي باضت او تصدمها. طبعا هي مخبيه عليها طبعا حاجه زي دي ما ينفعش تقولها لابنك. طبعا لو ابنك بيبيض او بنتك بتبيض ما ينفعش طبعا. انت اصل انت متخيل ان ابنك هو مش ثدييات، مره واحده لقيته بيبيض وبتاع، فالموضوع هيبقى صدمه طبعا. مش عشان حاجه، مش عشان هو باض، عشان هو ما طلعش من الثدييات. مش قادرة يا ماما لسه والله بطني وجعاني خالص. انت لسه تعبانه حبيبتي؟ افقسي يلا طلعي البيضه يلا. طب ادخلي كده الحمام تاني يا ماما، روحي. يعني يا نهار اسود. اسوح. يا لهوي. ايه ده؟ يا لهوي، البت باضت تاني؟ هي مشكله إن هي كانت لو كانت باضت مره واحده ده عادي يعني انت دلوقتي الدكتور هيقول لك لو بيضتي مره اكتر من مره نبدا نقلق ونعمل تحاليل وكده ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني. هي المره الواحده كنت هتعديها تخشي تنامي، كنت منتظره ايه يعني؟ خلاص كده بقى 3 بيضات. هو انا شايفه ده بجد؟ البت باضت، هي يكونش بطنها وجعها عشان البت. يا لهوي. كنتش بطنها وجعها عشان البيض طب ما عادي صحيح. طب ما الحمد لله انا افتكرت فيه حاجه. والله انا قلت الموضوع اكبر من كده بتاع البيضه. طب انا بقى ايه؟ مش فاهمه انا بقى. يا نور انت هترقدي عليهم يا امي انت يعني؟ هي بنتك تبيض وانت تقومي ايه ده؟ هي قعدت على البيضه هي كمان ولا في ايه؟ نور اقعدي يا حبيبتي. دي حبيبي لسه تعبانه يا نور. يا نور خلاص يا نور في ايه؟ انت كلك على بعضك ما تكمليش 3 بيضات على بعض. اي في ايه يا نور؟ مش قادرة يا ماما بطني. خلاص بقى ده انت فرخه جدا يعني. انا مش فاهم مين اللي كتب القصه دي. انت عامله ايه دلوقتي يا ماما؟ بطني لسه وجعاني. هي بدات تقاكي اهي. طب اخدك اوديكي للدكتور؟ لا وديها الفرارجي بقى. طب روحي يا حبيبتي كده ادخلي الحمام تاني. لا كده الموضوع بقى فل قوي. واحنا على فكره احنا هنقعد 8 دقايق هي بتبيض تقريبا يا جماعه. ده 8 دقايق هي بتبيض. تعالي يا حبيبتي. الحمد لله خفيت دلوقتي خالص. خفيت خلاص خفت خلاص كده. هي خفت يعني الحمد لله. ده في نص الفيديو بعد 4 دقايق بتبيض فيهم احنا. سلامتك يا حبيبتي سلامتك. ايه ده يا ماما؟ اي يا حبيبتي. هو البيت ده قاعد يزيد كده ليه؟ ما مش عارف. لا ما تشغليش دماغي، ده المشروع اللي انا فاتحاه ربنا بيبارك ويزيد فيه كل شويه يا حبيبتي. ما تشغليش دماغك يا ماما. انت خفيتي من المواد خالص يا نور؟ خفيت. خلاص خفتي عليهم ولا تحبي تاكليهم عيون؟ طب تعالي كده يا حبيبتي اعدل لك هدومك. ايه ده؟ ايه العبث ده؟ نور بتبيض. لا يا ماما نور بنتي بتبيض، تخيلي. مجنونه؟ لا والله ما مجنونه، والله العظيم بنتي بتبيض. والله العظيم بنتي بتبيض. هي ستها جت فبتقول لها نور بيض. والله العظيم بنتي بتبيض. والله العظيم يا بنتي يا مي تعالي في قاسي لتيتا نزلي لها 2 مع الرئيس عبد الوهاب حسن مفيش امتحانات اخر السنه. والنبي يا حاج خش يا حاج سيبك من الكلام ده يا حاج وسيب الموبايل ونبطل لعب ونخش ننام يا حاج بالله عليك. بلاش بقى قله قيمه بقى على اخر يعني. ومش مضطر تقعد سنه كامله في المدرسه علشان تخلص السنه الدراسيه. مضطر تقعد سنه كامله في المدرسه عشان تخلص السنه الدراسيه. انت هتخلص السنه في اسبوع، هتخلص السنه في اسبوع، هتخلص السنه في اسبوع باذن الله مع الرئيس عبد الوهاب احمد. لكن اذا كنت جاهز للامتحان في اي ماده في اي وقت، في اي وقت هيكون في مبنى لاداء الاختبار. هيبقى في مبنى لاداء الاختبار على اساس ان احنا حاليا بنمتحن في عيشش. هيبقى في مبنى لاداء الامتحان. عمرك شفت تكنولوجيا كده؟ ولازم تنجح بنسبه 80%. وهنوزع بانجو على الطلبه والمعيدين والاساتذه كلهم يقعدوا يشدوا مع بعض. ولو رسبت مفيش مشكلة، تذاكر وترجع تاني. لو رسبت مفيش مشكلة. ايه يا جدع الكلام الجديد ده؟ تذاكر وتمتحن تاني؟ ايه ده؟ ومفيش غش علشان الكمبيوتر بيطلع لك الامتحان الخاص بتاعك. هيعمل لكل طالب امتحان معين. هنحتفل بيهم كمان. هيبقى في احتفال وهيبقى في اسبوع لكل واحد عدى الامتحانات وعدى الدراسة بتاعته. هيبقى في حفلة فيها بط وفراخ. في بط في الحفل؟ انت ايه ده؟ ايه ننتخبه ازاي ده؟ نعمل له اكسبلور ده ولا نعمل له ايه؟ وعنب وبرتقان. في برتقان يا حاج وبط بجد. طيب يا جدعان كده نكون خلصنا العبث بتاع النهارده. ما تنساش تعمل لايك تشترك في القناه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم يا رب ان شاء الله يبقى شهر جميل عليكم كده. اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا من الناس اللي بتسهر بعد السحور وتنام لحد ولا من الناس اللي بتصحى من الصبح انتوا فهمتوا انا قصدي ايه من السؤال اكيد. اهلا رمضان كده وان شاء الله ننزل لكم محتوى حلو في رمضان. كان معاكم محمد كده، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.